السلام عليكم متابعي قناة مول لبالون، وأهلا بكم في فيديو جديد. حان وقت الحقيقة. المنتخب المغربي يدخل مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين بعدما تأهل إلى دور 38 ليصطدم بأحد أقوى منتخبات أوروبا، منتخب هولندا. لكن هل هولندا هي المرشح الحقيقي للفوز؟ أم أن أسود الأطلس قادرون على تكرار إنجاز مونديال قطر وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المغربية؟ في هذا الفيديو سنقدم لكم تحليلا شاملا للمواجهة بالاعتماد فقط على المعلومات المؤكدة من رويترز وفيفا، مع قراءة تكتيكية ونقاط القوة والضعف لدى المنتخبين. المنتخب المغربي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد تعادل مع البرازيل ثم الفوز على اسكتلندا قبل الانتصار على هايتي بنتيجة 4-2. ورغم التأهل، أكد المدرب محمد وهبي أن الفريق لم يكن راضيا تماما عن الأداء أمام هايتي، خاصة من الناحية الدفاعية، مشيرا إلى أن مباريات خروج المغلوب لا تسمح بتكرار الأخطاء. هذا التصريح يوضح أن الجهاز الفني يدرك جيدا أن مواجهة هولندا ستكون أصعب بكثير من مباريات دور المجموعات، وأن التركيز سيكون العامل الأهم. في المقابل، أنهى المنتخب الهولندي دور المجموعات في الصدارة بعد فوزه على تونس بنتيجة 3-1، وسجل 10 أهداف، ليؤكد أنه من أقوى المنتخبات هجوميا في البطولة. لكن رغم هذه القوة، اعترف المدرب رونالد كومان بأن فريقه ما زال يعاني من بعض المشاكل الدفاعية، مؤكدا أن التنظيم الدفاعي يحتاج إلى تحسين قبل مواجهة المغرب. وهذا قد يكون أحد مفاتيح المباراة بالنسبة لأسود الأطلس. إذا انتقلنا إلى الجانب التكتيكي، فسنجد أن المنتخب المغربي يعتمد على الانضباط الدفاعي والضغط في وسط الميدان، ثم التحول السريع نحو الهجوم مع استغلال سرعة أشرف حكيمي وإبراهيم دياز وسفيان رحيمي. أما المنتخب الهولندي فيفضل الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات من الخلف، مع الاعتماد على فرينكي دي يونغ في صناعة اللعب وعلى برايان بروبي لإنهاء الهجمات. أول معركة ستكون في وسط الميدان. إذا نجح سفيان أمرابط وبلال الخنوس في الحد من خطورة دي يونغ، فإن المغرب سيقلل كثيرا من خطورة هولندا. أما المفتاح الثاني فهو استغلال المساحات التي يتركها لاعبو هولندا عند التقدم للهجوم، وهنا ستكون سرعة حكيمي وسفيان رحيمي عاملا حاسما في تنفيذ الهجمات المرتدة. المفتاح الثالث يتمثل في الكرات الثابتة، حيث أظهرت هولندا خلال دور المجموعات بعض الارتباك في التعامل مع الكرات الهوائية، وهو ما قد يمنح المغرب فرصا مهمة إذا استغلها بالشكل المطلوب. بالنسبة لأبرز اللاعبين، فإن المنتخب المغربي يعول كثيرا على الحارس ياسين بونو، الذي يملك خبرة كبيرة في المباريات الكبرى. كما يواصل أشرف حكيمي تقديم مستويات مميزة، بينما أصبح إسماعيل الصيباري أحد أبرز نجوم المنتخب خلال هذه البطولة بفضل مساهماته الهجومية. أما إبراهيم دياز فيبقى أحد أهم مفاتيح صناعة اللعب بفضل مهاراته وتحركاته بين الخطوط. في المقابل، تمتلك هولندا أسماء قوية، أبرزها فرينكي دي يونغ قائد خط الوسط، وفيرجيل فان دايك قائد الدفاع، إضافة إلى برايان بروبي الذي يعتبر أخطر مهاجم هولندي في البطولة حتى الآن. ومن أبرز التصريحات قبل المباراة ما قاله المدرب رونالد كومان، الذي أكد أن المغرب منتخب قوي ويستحق الاحترام، وأن مباريات خروج المغلوب لا تعترف بالأسماء أو الترشيحات. وأضاف أن تركيز بالكامل منصب على مواجهة المغرب دون التفكير في الأدوار المقبلة، وهذا يعكس الاحترام الكبير الذي أصبح يحظى به المنتخب المغربي على الساحة العالمية. في النهاية تبدو المباراة متوازنة للغاية. هولندا تمتلك قوة هجومية كبيرة وخبرة واسعة، بينما يعتمد المغرب على التنظيم والانضباط والسرعة في التحولات. أي خطأ صغير قد يغير مجرى المباراة، ولذلك ستكون التفاصيل هي التي تصنع الفارق. والآن جاء دوركم. هل تعتقدون أن المنتخب المغربي قادر على إقصاء هولندا والتأهل إلى الدور المقبل؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم قناة مول لبالون بالإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد عن كأس العالم 2026. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.